اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرون. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الحمل. تايمليس ريدنج سان مون رايزنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءة عكسية. خدوا من الفيديو اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الحمل، انا شايفة ان في حد حاسس ان زي ما يكون انتوا بتشبهوا جوه الشخص ده او ما بداخل الشخص ده، او زي ما يكون روحهم، زي ما يكون في حاجات كتير بينكم مشتركة، سواء تفكيركم، سواء الامور اللي انتوا بتحبوها، سواء اهدافكم. بس فيكم زي ما يكون بتمر بعلاقة، بتمر بتوين فليم ريكوجنيشن، اللي هو زي ما يكون انتوا بتتعرضوا لاويكنينج او للصحوة، او انتوا من جواكم عارفين ان انتوا صحيح ممكن ان انتوا تكملوا حياتكم او تعيشوا من غير بعض، بس مش هتبقوا مبسوطين، مش هتبقوا مرتاحين، وهتحسوا دايما ان زي ما يكون في حاجة ناقصاكم. You know the soul that mirrors your own. يعني زي ما يكون انتوا عارفين ان زي ما يكون روحكم بتشبه بعض، يا اما بتتكلموا مع بعض او زي ما يكون بتحسوا ببعض من غير حتى ما بتعبروا، او طاقتكم بتبقوا واصلة يعني للطرف الآخر. بتحسوا ان انتم يمكن بتفكروا في نفس الحاجة او بتتكلموا مع بعض في نفس الوقت. في حاجة زي ما يكون انتوا يعني مش اي حد هيحس او هيفهم بكلامي، بس اللي هيكون الكلام ده موجه ليه هو هيبقى فاهم انا قصدي ايه. في حاجة يعني لا يعبر عنها، او شيء زي ما يكون غير ملموس او مش معروف لدى الجميع، حاجة بتجمعكم، حاجة انتوا بتشعروا بيها جواكم. انتوا زي ما يكون انتوا اللي يعني طاقتكم او وجودكم مع بعض بتقووا بعض، يعني زي ما يكون يعني your full power، او زي ما يكون قوتكم بتتوجد لما انتوا الاتنين بتكونوا مع بعض، او يعني بيتكلموا مع بعض، او زي ما يكون بتحسوا ان انتوا واحد. انتوا زي ما يكون بتدوا لبعض طاقة إيجابية، بيبقى فيه زي هيلينج كونكشن، أو زي ما يكون طاقة تعافي بتصدروها لبعض، سواء انتوا مدركين ده أو لأ. بس الحب اللي جواكوا أو اللي بتشعروا بيه في العلاقة دي بيبقى ليها زي هيلينج افكت أو طاقة تعافي. الحب اللي جواكم بيخليكم او اللي انتوا بتشعروا بيه او بتصدروه لبعض، بيخليكم عندكم الاحساس ان انتم مفيش عندكم مستحيل، او مفيش حاجة تقدر تقف قدامكم، او حاجة انتوا عايزين توصلوا لها مهما كان عقبات مش هتقدروا ان انتوا تتغلبوا عليها. انتوا محظوظين ان انتوا وجدتوا بعض، وما كنتوش في يوم من الايام يمكن البعض منكم تتوقعوا ان انتوا تقابلوا شخص تشعروا بيه، او روحكم زي ما يكون تتكلم قبل ما لسانكم هو اللي يتكلم. في حاجات كتير ممكن يكون متناقضة، يعني ممكن يكون في اختلافات ما بينكم، سواء أماكن، سواء يمكن معتقدات، سواء عادات وتقاليد، سواء religion، سواء whatever الاختلاف. بس انتوا يعني كشخص او كإنسانة بتحسوا ان انتوا لا، انتوا تشبهوا بعض في امور كتيرة جدا. انتوا زي ما يكون روحكم واحدة، زي ما يكون حاجة واتقسمت نصين واتجمعت لما انتوا قابلتوا بعض. بيكون جواكوا لبعض رغبة قوية جدا ان انتوا تتكلموا او ان انتوا تبقوا قريبين لبعض، وبيبقى زي ما يكون قلوبكم مشتعلة بالحب. flames of passion ignite، يعني انتوا جواكوا زي ما يكون مش عارفة اقول ايه، يعني زي نار الحب، او flames اللي هي زي يعني زي نار جواكوا، نار الحب زي ما يكون مشتعلة جواكوا، او لما بتقابلوا بعض او بتكلموا بعض زي ما يكون
بيبقى السيطرة على النار دي او الطاقة اللي جواكوا دي تجاه بعض بتبقى كتير صعبة، بيبقى فيه زي burning desire، زي رغبة جامحة، او انا بحاول اجيب لكم الاكسبريشنز اللي هي توصف قدر الامكان قوة مشاعركم تجاه بعض او قوة الحب دوام. في حاجات كتير انتوا يمكن لسه ما ادركتوهاش، او ممكن يكون البعض منكم أم، لسه ما اعترفش بيها او ايكون بيها، او اتعرض لكمبليت awakening او صحوة كاملة. في حاجات يمكن انتوا مش عارفين تلاقوا لها حل، او عقبات انتوا خايفين ان هي تفصل ما بينكوا، او يمكن امور بتترجموها غلط، او ممكن يكون حد منكم بيصدر للتاني الصورة وبيصدقها. بس في حاجة محيراكوا او ملخبطاكوا، في حاجة انتوا تعبت تفكيركم، في حاجة زي ما يكون الكروت عايزة تقول لكم يعني وقفوا تفكير شوية، والأمور هتوضح بطريقة انتوا مش متوقعينها، أو تفكيركم تلقائي هيبتدي يتغير، وتفهموا الأمور بطريقة انتوا كنتوا فاهمينها غلط. في حاجات انتوا زي ما يكون الشيطان مسيطر على ذهنكم أو على إحساسكم، في حاجة انتوا مخلياكم شعرين باليأس أو بالإحباط. ممكن يكون البعض منكم مستني الشخص ده ان هو يرتبط، او ان هو يقدم على الزواج، او ممكن يكون يعترف بطريقة صريحة عن حب، وكل واحد وعلى حسب اختلاف الامر اللي زي ما يكون شاغل بالكم او تفكيركم. بس الشخص ده تقيل شوية، يعني الشخص ده يعني ممكن يكون انتوا بتسألوا عن مشاعره، والكروت قايل لكم ان مشاعره زي ما يكون مشتعلة، بس في نفس الوقت مش سهل يعبر عنها، او ان كنتوا انتوا عايزين طريقة مباشرة او صريحة او واضحة ان هو يعبر عنها. بس في اوقات كتير الشخص ده بيبقى تقيل تقيل، يعني لدرجة ان انتوا ممكن تشعروا ان هو مش بيحبكم، او ما تفرقوش معاه، او انتوا مش اولوية بالنسبة له. وده بيخليكم تعبانين او في تفكير صعب. ممكن يكون الفترة دي مفيش تواصل، او في برود في العلاقة، وكل واحد مستني ان هو التاني يتواصل، او ان هو يقدم على اعتذار، او ان هو يبادر بالصلح. بس في كبرياء، انا شايفة ان في حد هنا زي ما يكون كل واحد منتظر التاني، بس انتوا منتظرين، وكل واحد بيقول جواه انا مش هبادر، او انا مش هحاول. لا، انا يمكن حاولت كتير، بادرت كتير، لا اتس يعني his time بقى her time ان هي تبادر. على الرغم ان البعد ده او البرود في العلاقة او عدم التواصل، او يمكن حاجة جواكم عايزين تفتحوا بعض فيها، بس يمكن مش قادرين، او مستنيين الطرف الاخر هو اللي يفتح الموضوع او يتكلم فيه. على الرغم من كده انتوا بتراقبوا بعض. في زي تغيير جذري هيكون الامور، سواء انتوا متوقعينه او مش متوقعينه، بس في زي ما يكون عجلة هتدور، او حظ هيكون حالفكم، او زي ما يكون الحاجة اللي بتضخ السعادة جواكم هتحصلوا عليها. ممكن يكون دعاء مستجاب، يمكن يكون خبر حلو، ممكن يكون حاجة انتم منتظرينها تحصل. ممكن يكون البعض منكم في تعب او في ضغوطات او في هم في قلوبكم، فجأة هتلاقوا ربنا زي ما يكون زحها من قلوبكم، وفي طاقة ايجابية ابتديتوا تستمدوها. الشخص اللي انتم ممكن تكونوا بتفكروا فيه او مشتاقين ليه، الشخص ده مش بيبطل تفكير فيكم. ان كنتوا حاسين ان انتوا اتظلمتوا مع الشخص ده، او معاملة الشخص ده ليكوا ظلمتكم، انا شايفة ان الشخص ده هيجي الوقت اللي انتوا فيه هتحصلوا على your own good karma. حقكم هيرجع، الاعتراف بقدركم، او بقد ايه انتوا حاجة حلوة. انا حاسة ان في حد بيحبكم،
في حد كتير بيفكر فيكم، بس شخص ممكن يكون ذو كبرياء، ذو ايجو، ذو عند، على الرغم ان هو هيموت عليكم، يعني هيموت حرفيا، بس يعني اوصل لكم المرحلة ان هو ممكن يموت ولا ما يبادرش. يعني شخص عنده يعني كبرياء، كبرياء قاتل. انا مش عارف يعني. انا لو بختار كروت مش هيبقى كده. ده شخص ده شخص هيتجنن عليكم اصلا. يمكن الشخص ده بيرغب فيكم، بيتمناكوا اكتر بكتير من مشاعركم، بس انتوا حتى ان كنتم بتعبروا هو ما بيعبرش. بس الشخص ده يعني لو فتح قلبه ليكم انتوا هتنصدموا، يعني من كمية الحب اللي متملكة على قلب الشخص ده. انا من اول القراءة وانا بحاول الاقي يعني اقوى الكلمات في تعبير عن حب الشخص ده ليكم، والكروت عمالة تزود الطاقة دي، فانا مش لاقية كلام اقوى من كده. يعني انا هخليها لمخيلاتكم. الشخص ده بيتذاكى، هو اصلا بيتمتع بالذكاء. يعني بيبقى عارف انتوا عايزين ايه او حابين تسمعوا ايه، بس مش بيريحكم من الاخر. بس حب الشخص ده ليكم غير قابل للنقاش، يعني unquestionable، مش يعني ما فيهوش علامة استفهام، يعني لا يقبل علامة استفهام. بس الشخص ده ذكي، ما بيعبرش بطريقة مباشرة. يمكن بيستخدم الكلام اللي ما بين السطور. بس الشخص ده هيجي الوقت اللي هو هيديكوا كل وقته واهتمامه. يمكن كمان هيرتبط بيكم او هيعرض عليكم الارتباط او الزواج. الشخص ده راجع، بس ممكن يكون الرجوع ده هياخد وقت. العلاقة يمكن هترجع أقوى من الأول كمان، بس الأمر ممكن يكون هياخد وقت. في حاجة ممكن يكون في البعد الشخص ده هيعرفها أو هيحسها تجاهكم. يمكن قيمتكم، معدنكم، مشاعركم، صدق كلامكم، صفاتكم. أنا شايفة إن في كتير منكم محتاجين تسيبوا الأمر على ربنا وتكتفوا حاليا بالدعاء وثقتكم بالله أولا وأخيرا، وثقتكم بنفسكم، وتعرفوا ان اللي انتوا بتتمنوه هيكون عندكم، هيتحقق. بس انتوا يمكن البعض فعلا اوريدي منكم سايبها على ربنا، او زي ما يكون عندكم وش واطلقتوها. يمكن في منكم اللي ممكن يكون في وقت معين بيبص للسماء، بيدعي، بس زي ما يكون في open air، او ممكن يكون زي مكان مفتوح، سواء مكان معين بتحبوا تروحوه تدعوا، او سواء زي بتحبوا مثلا عمارة وتطلعوا على السطح فيها وتقعدوا مع نفسكم وتدعوا. بس في حد فيكم زي ما يكون في open air، او بتبقى في زرع او في خضرة او بره، بس في حد بيدعي، او يعني بيحب ان هو يبقى ما يحسش ان مجرد ان هو في اوضه، او على الرغم ان ممكن يكون في منكم كتير كده، بس في حد معين زي ما يكون بيحب ما يكونش في بارير او حاجز، اللي هو زي ما يكون حيطه او whatever you call it، بس بيبقى عايز يبقى بينه وبين ربنا دايركت، يحس هو نفسيا بيرتاح. يبقى في مكان open air. بس انا شايفه ان الشخص ده بيتذاكى عليكم، محيركم كتير، يمكن تعبكم زياده عن اللزوم، بس هو روحه حلوة. الشخص ده ثقته في نفسه عالية زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم، وهو يستحقها. يعني أنا حاسة إن الشخص ده somehow يستحق الثقة دي، أو يستحق الطريقة اللي بيشعر بيها. عارف قيمة نفسه. ده شخص عارف قيمة نفسه، ده شخص ذكي. أم، بس غالبا هو اتلسع من نار حبكم، يعني ما كانش يتوقع ان هو يتعلق بيكم، او المشاعر الحب دي تتولد بداخله بالقوة اللي هو بيشعر بيها دي. نشوف الابراج اللي موجودة معانا. برج الجدي طبعا ميجر اركانا، برج الحمل ميجر اركانا، ثور عذراء جديم، جوزاء دلو ميزان،
الميزان مرة كمان، أسد قوس حمل، برج الدلو ميجور أركانا. في حاجة تاني مقلناش؟ معتقدش. الأبراج المائية صحيح ممكن تكون مش موجودة، بس نقطة كونديشن مش شرط. زي ما انتوا عارفين انا بقول الابراج للزهرة للناس اللي حباها. اللي انا عايزة اقوله ان الحب اللي انتوا بتتمنوه هيكون موجود، اللي انتوا بتحلموا بيه للمرة التانية. زي ما قلت لكم انتوا تبقوا بتحبوا تدعوا في يعني تكونوا شايفين السما، او تكونوا في مكان طلق. اللي انتوا بتتمنوه هيتحقق، وزي ما يكون الشخص ده soon or later هيكون في تواصل سواء منك او منه، بس انتوا الاتنين مش قادرين تمنعوا نفسكم ان انتوا تكونوا بعيد عن بعض اكتر من كده. اتمنى القراءة تكون عجبتكم. ثانك يو كتير على تعليقاتكم الجميلة وعلى وجودكم ومشاهدة الفيديو، واشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.